السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. لو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديوهات علشان يوصل لكم مننا كل جديد، وعلشان القناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. ويلا بينا نبدأ يومنا النهاردة ببركة بسم الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. النهاردة كده إن شاء الله هنعمل ديكور بسيط جدا، مش هيكلفنا كتير في المطبخ بس هيدي روح حلوة قوي. ده شكل المطبخ في الأول من غير أي ديكورات، ولكن أنا جبت بقى الفضل بتاعة الخشب دي بتتباع عند أي حد بيعمل مطابخ، وبتتباع الحتة ممكن ب20 جنيه ب30 جنيه على حسب حجمها وعلى حسب السمك بتاعها. انا جبت الفضل دي، جبت 3 كده زي بعض، وجبت الزاوية الخشب دي الزاوية الحديد دي، وعملت خرام كده في فواصل السيراميك بحيث ان انا ما بوظش المنظر. يعني الاخرام دي لو انا حبيت اشيل الارفف بعد كده بشوية اسمنت ابيض الاخرام دي اتدارت تماما ومبقاش فيه اي مشكلة، رجع المطبخ تاني زي ما هو. فانا خرمت الاخرام الرفيعة دي وحطيت فيها برضو الفليشر الرفيع ده، وجبت كده الزوايا الخشب دي بتجيبيها من عند اي حداد وبتخليه يخرمها لك الاخرام اللي هي اللي انت عايزاها. فانا جبت الزاويه كده وهوريكم ازاي هي بتتعلق. الاول حطيت الفليشرات زي ما انا بوريكم بعد ما انا ما خرمت بالشنيور، طبعا زوجي اللي عمل ده كله، وانا كنت قايله لكم قبل كده ان احنا ان شاء الله هنعمل ديكور، وكنت مستنيه زوجي يجي علشان ايه هو اللي يعمله لنا. فانت لو زوجك بيعرف في الحاجات دي وعنده العده دي ممكن تستعيني بيه، ولكن لو ما عندوش وما بيعرفش ممكن تستعيني باي حد ممكن يعملها لك. بصوا الزاويه دي اصلا بتتباع كده، بتبقى مدهونه عشان تبقى ضد الصدى، بس هي قوية وبتتحمل. فابتدينا نعمل اخرام فيها، وبعد كده ابتدينا نثبتها كده بمسامير في الاخرام اصلا اللي احنا عاملينها في الحيطة، بحيث ان انا عايزة الارفف تبقى كأنها متشالة من غير اي حوامل تشيلها. يعني لو حبيتي تجيبي الحوامل اللي اصلا هتكون ظاهرة في السيراميك وكمان هتخرمي كتير هتكلفك كتير الحوامل دي، لكن التكلفة دي مش غالية تماما. يعني لو عندك فضل حديد كده هتنفعك تدهنيها، اهم حاجة تدهنيها عشان ما تصديش. لو ما عندكيش تقدري تروحي برضو تجيبي وتعمليها بنفس الطريقة اللي احنا عملناها دي. طريقة بسيطة جدا وسهلة، وكمان هتخلي الرف يشيل، يعني هي قوية جدا. الرف هيتحط كده، انا هوريكم ازاي بيتحط. بصوا لو حطيناها من فوق الشكل هيبان كده وهيبقى شكله مش لطيف خالص، لكن احنا هنحطها من تحت كده وبكده الشكل الدايره تماما، وكأن الرف متعلق على الفاضي يعني مفيش حاجه شايلاه، وهيبان في الشكل النهائي خالص في الاخر. هتشوفوا شكلها هتعجبكم جدا باذن الله. ازاي بقى ان احنا هنخرم دول ازاي؟ احنا خدنا مقاسات الاخرام اصلا اللي في الحديد دي. بصوا خدنا المقاسات وحطينا الخشب كده وعلمنا عليها باي قلم، وبعد كده ابتدينا نحط المسمار في مكان التعليمه دي، وابتدينا بالمفك كده نعلم في الخشب بحيث نعمل فتحة فيه. وبعد كده ابتدينا نحط الرف. يعني انا حاولت اصور لكم بقدر الامكان، بس انا هوضح لكم اي حاجة ما كانتش ظاهرة في التصوير. بعد ما خرمناهم ابتدى بعد كده زوجي يشيل المسامير تاني من الخشب، وقام حاططها بقى في المفصلات دي، وابتدى يقرط عليها كويس جدا. بصوا اهو، هو هنا كده ابتدى ياخد المقاسات وابتدينا نعلقهم بالشكل ده. شايفين يعني ما كأن الرف متعلق على الفاضي، كأني مفيش حاجة شايلاه، وشكله حلو جدا. قولوا له رأيكم برضو في الشكل بتاعه، واتمنى ان الفكرة تكون بسيطة وسهلة. نيجي برضو للرف التاني اللي انا كنت عاملاه كروكي كده، هو عمله بنفس الطريقة، وجاب برضو بواقي الخشب كده وابتدى يقطعها علشان نعمل من الناحية دي كده. بصوا يعني انا كنت البهارات لما باجي احطها كانت بتقع، فقلت له لا انا عايزاها تكون اعلى شوية، فانا حبيت اوريها لكم برضو. بصوا تكون اعلى شويه بحيث ان اي حاجه احطها عليها ما تقعش منها، يبقى فيه الرف شايلها. بصوا هو كده جاهزه خلاص وثبتها. ده اللي مش متابعني واول مره يدخل القناه، ده الرف القلاب اللي انا حاطه تحتيه الغساله، بفتحه وبشغل الغساله وبحط فيها كل حاجه واقفل تاني الرف تاني بالشكل ده. وده برضو من نفس بواقي الخشب اللي انا قلت لكم عليها. بتروحي عند اي حد بيعمل المطابخ
بيبقى عنده فضل من المطابخ، يعني اللي بيعمل مطبخ بساعات الخشب بيهدر منه، فبالتالي مش بيرميه، لا بيبيعه بس بسعر قليل. فاحنا رحنا وجبنا، بيبقى طبعا يعني بتنقي الجودة العالية بتاعة الخشب علشان تعيش معاكي. والبخاخة دي طبعا الراعي الرسمي في كل فيديوهاتنا اللي احنا قلنا عليه. الراعي الرسمي ده عبارة عن اللهلوبة، بحطه مع شوية مية وبعمل بيه، بصوا بقى بينضف الرخام والسيراميك والبوتاجاز والحوض والتلاجة والغسالة، كل حاجة كل حاجة بلا استثناء. يعني بجد اختراع، انا اللي عاملة الفكرة دي، وبجد جربوها وهتنفعكم جدا. ابتديت انضف بقى كل ده بعد طبعا التخريم بالشنيور، وبعد الشغل اللي احنا اشتغلناه ده ابتديت انضف وارص الحاجة بتاعتي. شايفين ما شاء الله الشكل حلو جدا، وكمان الاضاءة اللي انا كنت عاملاها في المكان ده مديه شكل جميل. يعني انا كنت بصور لكم الاول كده من غير نور، دلوقتي انا قدت النور، ومش قدت النور كله برضو عشان الخيالات، يعني من غير النور بيبقى المطبخ ما فيهوش اي خيال خالص، الجزئية دي بالذات لما بايد الاضاءة العالية بحس ان الخيال زايد قوي. فانا حبيت اوريكم برضو الشكل ده واصوره معاكم. نضفت كل حاجة بقى وابتديت احطها كده في مكانها، وهتشوفوا المطبخ في الاخر ان شاء الله شكله يعجبكم باذن الله. حطيت كل حاجة بقى، انا بحب احط البهارات بتاعتي كلها جنب بعض، يعني البوتاجاز جنب المكان ده، فيبقى كل حاجة جنب ايدي، بحيث ان انا ملفش كتير في المطبخ واحس ان انا تايهه. لا كل حاجة تبقى قدامي، وفي استطاعتي ان انا اجيبها، بحيث ان انا ما اتوترش كتير وانا بطبخ، وكمان يوفر معايا وقت ومجهود لما كل حاجة تبقى جنبي. والبرطمانات ديت انا لسه هجيب لها الاستيكر كده اللي بيتباع، بس انا مش لاقياه دلوقتي، اللي بيبقى فيه اسامي البهارات، برضو بتدي شكل حلو. واللي برضو متابعني عارف ان البرطمانات دي برطمانات النسكافيه، انا جمعتهم كده بشكل واحد، بحيث ان انا احط فيهم كل التوابل والبهارات بتاعتي وما اشتريش طقم توابل. الرف ده بقى، المكان ده بالذات عاجبني جدا، ولسه ما تشوفوا بقى في الاخر كده الديكور كده في الاخر هيعجبكم جدا باذن الله. برضو بنفس البخاخة بتاعتي ابتديت ألمع عشان لو في اي تراب ولا اي حاجة، والسيراميك والخشب. بصوا يعني الرفوف تتحدث عن نفسها، كأنك الرفوف شايلة نفسها، كأني مفيش حاجة شايلاها. جربوا الفكرة دي وان شاء الله بإذنك انت يا رب هتعجبكم. مش مكلفة تماما، يعني حاجة بسيطة وسهلة، وفكرتها بسيطة جدا وما كلفتناش حاجة. لو حبيتي تعمليه بالطريقة العادية هيكلفك كتير جدا. فانا عملته والحمد لله شكله يعني انا راضية عنه تماما. واكتبوا لي برضو في الكومنتات ايه رأيكم، شكله حلو ولا لأ. ويا ريت لو عجبكم فيديو النهاردة تدعمونا بلايك للفيديو، ولو انتوا لسه جداد على القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد بإذن الله. ولو انتوا مشتركين بالفعل وما بتوصلكوش الاشعارات بتاعتنا، الغوا الاشتراك وارجعوا اشتركوا وفعلوا الجرس من اول وجديد علشان يجيلكم اشعارات بكل وصفاتنا وكل فيديوهاتنا باذن الله. انا ابتديت انضف الرخامه دي طبعا احنا خرمنا فيها كتير جدا، فيعني يعتبر كانت مليانه بهدله جامده جدا، فانا نضفتها. حطيت برضو انا عامله كده خلطه فيها صابون سائل وكلور، دي بقى ايه للبقع الصعبة، يعني الحاجات كده اللي بتحب بقى ان انا اكب مية وكده، فبحط كلور مع السائل التنظيف المواعين ده، وادعك بقى كده وانضف، بيرجع كل حاجة زي الفل تاني. لكن لو انا عايزة المع على السريع يبقى هي البخاخة بتاعت اللهلوبة اللي احنا عاملينها مع بعض. طبعا الحاجتين دول غير مكلفين تماما، انت لو جبتي كيلو كلور خام وخليتيه عندك سايب، مش لازم تجيبي يعني ازايز، هيقعد معاكي مدة طويلة وهيوفر معاكي كتير جدا، وهتشوفوا بقى يعني الشكل جميل. بصوا انا حاولت بقى احط واشيل واشيل واحط لحد في النهاية ما وصلت للشكل الاخير اللي انا هوريهولكوا ده. حبيت كده احط الاول فرع الليد، يعني انا كنت الاول بنضف كده واشوف، وبعد كده جبت فرع الليد وحطيته. بصوا وابتديت بقى احط الحاجة بتاعتي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، واتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم. ولو في اي حاجة مش مفهومة برضو اكتبولي في التعليقات وانا اوضح لكم كل حاجة بإذن الله. وأشوفكم إن شاء الله في يوم جديد من أيام طباخة مصرية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.